حبيبة قلب اختك لسه قاعدة كده حاطة ايدك على خدك وناعية هم الغدا. تعالي بقى لما اقولك ازاي عملت الغدوة دي ب10 جنيه. ما تكلفتش اكتر من 10 جنيه. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا وشفا. اكلة كده تفتح النفس. شايفين بقى الحلاوة يا ولاد والطعامة. يلا بينا بقى ندخل كده على الفيديو على طول ونشوف احنا عملنا ايه. يلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بصوا بقى معايا كده القطقوطة بتاعتي القشطوطة دي كرنبيتاية كنت جايباها ب10 جنيه. يعني الراجل كان معدي كده بالعربية، خدتها منه كده دي ب10 جنيه. قطعها بقى كده وننضفها، ونشيل بقى كل الزوايد بتاعتها دي، وهفصصها كده. بصوا تطلع معايا ازاي زهرتها كده، ايه واحدة يعني مفيش واحدة لازقة في واحدة. حطيت بقى كده حلة على النار فيها مية، ونزلت عليها بمعلقتين ملح. هننزل بقى بالمكون السحري اللي هيخلي الكرنبيت ده حاجة تانية خالص. قشطة كده، كوباية لبن صغيرة كده، فنجان من اللبن يعني فنجان القهوة بتاعنا العادي ده. نزلت بيه كده على المية، وكمان حطيت معلقة كمون طبعا عشان الانتفاخات. وهنزل بقى كده بالكرنبيت بتاعي على المية كده يتسلق. مش هياخد اكتر من 10 دقايق. طبعا ما حطيتش الكرنبيتة كلها، انا خدت كده يعتبر ايه نصها اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده بقى، هغطي عليه واسيبه. تعالوا بقى كده نعمل الخلطة بتاعته الجميلة دي من غير ولا بيضة. بصوا عندي كوباية دقيق قسمتها على 2. معايا كده كمان معلقة بودر صغيرة اهي، هفضيها كده في الطبق. وعندي بقى التوابل بتاعتي المشكلة دي اللي هتنقل الكرنبيت بتاعنا في حتة تانية. معايا ملح وفلفل، ودي معلقة زعتر، وعندي كركم وكزبرة وتوم باودر وبابريكا وكاري وشوية كمون. اقلب بقى كل التوابل الحلوة دي، هقسمها برضو على 2. حط بقى هنا معلقتين وهنا معلقتين اهو. قلبت بقى الطبق ده، المكونات الجافة دي هركنها على جنب شوية، ونيجي بقى هنا للمادة السايلة. هقلب برضو كده الدقيق مع التوابل. هنزل بقى بالمية، معايا كوباية مية هنا. هشوف بقى المية الدقيق هيحتاج مية قد ايه. انا ما خدتش الكوباية كلها طبعا. بصوا لحد ما يجي القوام كده، ولا هو خفيف ولا هو تقيل، يعني شبيه بالكيكة كده. بصوا بقى، بصوا جمال الكرنبيت، بصوا حلاوته، لونه مغمقش في السليق ولا حاجة. تعالوا بقى قبل ما الكرنبيت بتاعنا يهدى، نعمل بقى طبق بتنجان كده، ايه حاجة كده وصاية. يعني انا الاكلة دي بعشقها بعشقها بعشقها. حطيت هنا الكرنبيت في الزيت كده وغطيت عليه. معايا بقى كام فص توم كده وقرن فلفل حامي، هدقهم بقى كده في الهون. يعني بصوا مش عايزة اقول لكم طعم تاني خالص غير المتفرز. هنزل بقى كده بالثوم والفلفل الاخضر الحامي على معلقة شطة هريسة، وهعصر بقى كده كمان ليمونة. حط بقى شوية ملح وشوية كمون، واحط كمان شوية خل. على ما البدنجان بتاعنا يكون استوى نكون حضرنا بقى كل حاجتنا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. قلب بقى كده كل الكلام الحلو ده. ريحة التتبيلة دي بقى مش عايزة اقول لكم حاجة كده تحفة. اصلا كفاية طبق البتنجان ده لوحده والله، من غير اي حاجة جنبه، مع كده رغيفين عيش وشوية جرجير ونسي الدنيا بقى. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى انا بقلب كده البتنجان، شايفين هو كده خلاص. يعني انا هغطي عليه كده دقيقة وهطلعه. بصوا لسه قلبه ابيض زي الفل، بفتة كده بس مستوي، عشان انا طبعا يعني مسويه على نار هادية. بحشيه كده وهو سخن. بصوا طلع بخار كمان اهو قدامكم، عشان خاطر يعني يشرب من التتبيلة. على ما اخلص الغدا يكون بقى مية مية. خلصت كده البتنجان بتاعي وركنته على جنب. طبعا كنت رافعة الزيت من على النار عشان يهدى شوية، عشان ما ينفعش احط الكرنبيت في الزيت وهو سخن جامد. يعني هتتحرق من بره كده وهتفضل من جوه نية. فسبت كده الزيت يهدى حبة، بعد كده رجعته تاني على النار. اهو ابتدي بقى كده ايه، احط بقى الكرنبيت بتاعنا في المادة السايلة دي زي ما انتوا شايفين كده، وهناخده بقى كده على طول نصفيه وناخده على الدقيق. قلبه بقى كده. يعني ايه، انا ما بكبسش بقى، يعني الكاميرا هنا ما كانتش جايبه الطبق، بس انا ما بكبسهوش يعني، بقلبه كده اللي هو ببدره يعني، ما بكبسش الدقيق كده بايدي. بصوا بقى شايفين
كده بقى بياخد شكل الكنتاكي كده وتجزيعة الكنتاكي، كأنك عاملة كنتاكي مش كرنبيت. كده حولنا الكرنبيت لكنتاكي. بصوا بقى الجمال، شايفين الروعة، بصوا الحلاوة. شايفين بقى واخد التجزيعة اللي هي بتاعت الفراخ الكنتاكي دي كده ازاي اهو. بصوا بقى انا بخبط كده عليه بالسكينة عشان تشوفوا قد ايه هو ناشف من بره، مش شارب ولا نقطة زيت. يعني حتى ايدي برضو وانا ماسكة الكرنبيت، بصوا ايدي باين عليها ما فيهاش زيت خالص. خلصت بقى كده، حطوا لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس لو لسه ما اشتركتوش في القناة. خلصنا بقى كده، تعالوا نكمل بقية الغدا بتاعنا بقى. كده خلصنا البتنجان وخلصنا الكرنبيت، نكمل بقى بقية الطبلية بتاعتنا يعني. عملنا بقى ايه كمان معاها؟ عملت معاها كده طبق جبنة بطماطم، حطيت عليه كده معلقة طحينة وشوية جرجير والعيش، وكده مية مية بألف هنا وشفا. بصوا بقى حاجة كده تفتح النفس، اللهم بارك. شايفين بقى الحلاوة اهو، ب10 جنيه، وكمان ما خدتش الكرنبتاية كلها. حطي بقى لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.